مساء الخير يا حبايب قلبي. عاملين ايه يا حبايب قلب ام لولي؟ جايه لكم بقى النهارده بروتين طبخ. هعمل لكم احلى سبانخ. طبعا الجو اللي احنا فيه ده محتاج شويه طبيخ للولاد، لان الشتا طبعا بتحب الطبيخ. فانا جبت بقى من عند الخضري، لقيت السبانخ طازه وانا نازله السوق. لقيت السبانخ طازه وجميله، ففتحت نفسي ان انا اجيبها. هنا طبعا حطيت توم، وعندي هريسة كده كنت عاملاها حطيتها برضو. وهنا كنت غاسلة السبانخ بالخضرة بتاعتها كويس. طبعا كلنا اكيد عارفين ان السبانخ بيتحط لها شبت وكزبرة. نقعتها نقعة كويسة وغسلتها غسلة كويسة. وهنا حطيت بقى توم وهريسة من اللي عندي، وقمت حاطة مكعب ماجي، وحطيت السبانخ بالخضرة بتاعتها بعد ما غسلتها غسلة كويسة. وحمص طبيخ طبعا قمت نقعاه بمية سخنة وحطيته. والبهارات حطيت لحمة، حطيت طبعا البهارات بتاعتنا فلفل اسود و 7 بهارات وملح. وهنا طبعا الطماطم بتاعتنا كنا مصفيينها، لان كلنا عارفين ان السبانخ بتحب الطماطم طبعا. هنسيبها بقى. وهنا نعمل شوية رز حلوين كده من اللي قلبكم يحبوا، رز بالشعرية. طبعا انا عارفة ان كل بيوتنا في مصر عارفة ان هي عارفة السبانخ وعارفة الرز، بس انا حبيت اشارككم النهاردة الروتين بتاعي والغدا بتاعي النهاردة. يا رب طريقتي في الاكل تعجبكم. انا هنا بحب احط كيس فورية كده على الرز، عشان لو ما عنديش شوربة لحمة او شوربة فراخ بتدي طعم حلو. يعني وانا بحمر الشعرية كده، او لو هعمل رز حباية بحباية بحط كيس مرقة او مكعب مرقة. وبس هنا طبعا كان عندي شوربة اللحمة اللي حطيتها للسبانخ فسقيت منها. وهنا بصوا السبانخ تفتح النفس. طبعا ده بقى في الاخر، والف هنا والشفا على قلوبكم. ولو طريقتي في الطبخ عجبتكم تنسوش اللايك والشير. باي باي يا حبيب قلبي.